اهلا بيكم في حلقه جديده من The Story of You. زي ما تعودنا دايما بيكون معانا قصص نجاح مختلفه من مجالات مختلفه. دايما بتكونوا متعودين مني ان انا بديكوا هنت سريع عن قصه النجاح اللي معانا، بس النهارده اعتقد ان اسم البراند مش محتاج حتى ان انا اقول عليه اي هنت ولا اي انترو. النهارده هنتكلم على قصه نجاح نولا مع عادل صدقي كو-فاوندر اوف نولا. نورنا عادل. ميرسي جدا انتوا جايبيني معاكم النهارده عشان احكي لكم على قصصنا وازاي قصه نولا حصلت لا، انا عندي وكده. اسئله كتير جدا. يلا. انا كنت واحده من الناس اللي كنت شاهده على بدايه نولا. جيرني ابتدت من كاب كيكس اللي احنا داخلين دلوقتي في حلاوه المولد. مظبوط. عدينا بقى بكحك وعدينا بكيكس وعدينا بقى بديزرتس عامه. اها. واصلين دلوقتي لحلاوه المولد. اكزاكتلي ايه اللي مظبوط. حصل؟ القصه ابتدت انا وليلى، مشروع صغير، كنا 10 انفار في المشروع كله على بعضه، في كيتشن 25 متر. اللي النهارده الحمد لله احنا حوالي 400 موظف، عندنا 25 فرع على الجمهوريه كلها. وعشان نقدر نوصل للمرحله دي، ان احنا لو كنا فضلنا في الكومفورت زون بتاعنا او شايفين ونفضل فيري فوكسد على الحته بتاعت بس الكب كيكس، ما كناش هنعرف نكبر ونتوسع ونوصل للمرحله اللي احنا فيها النهارده. فكان لازم ان احنا ندخل منتجات جديده عشان نقدر نخش اسواق جديده ونقدر نكبر ونتوسع. ودي من الحاجات برضو اللي فرقت معانا جامد جدا، ان انت لازم تتاقلم للسوق ولازم تادابت ولازم تغير. هو تشالنج طبعا ان انت تبتدي المشروع بتاعك، بس التشالنج الاكبر ان هو ازاي تقدري المشروع بتاعك ده يفضل مكمل. ما النهارده اي حد فينا، انت اكيد هتروحي تعملي كاب كيك بسهوله جدا، طبعا. هتعملي كيكه، بس في فاكتورز كتيره جدا هي اللي بتساعدك عشان تنجحي وان انت تكبري وان انت تبقي شايفه نفسك ان انت تبقي جلوبالي ريكوجنايزد براند. من اول البراندنج اللي انت بتخلقيه، من السوشيال ميديا اللي بتخلقيه، اللي انت يو جيف باك تو كوميونتي بتاعك. دايما لازم تبقي حاطه ان انا ازاي ممكن اساعد الكوميونتي بتاعي ان هو يستفيد مني، وان هو ان يحصل ريبل افكت والناس تطبق اللي انت بتعمليه. ودايما طبعا ان انت يو انوفيت زي ما انت قلتي في طبعا. الاول. احنا ابتدينا ككاب كيكس، وان احنا من التشالنجز اللي واجهناها ان احنا عايزين نغير فكر الناس، ان احنا ما بقيناش بس كاب كيكس. النهارده بقينا بنقدم تورت، بنقدم حوادق، بنقدم في رمضان احنا موجودين معاكم حوادق دي نقطه مهمه كمان بالظبط قوي. اكزاكتلي. وي انتروديوسينج ات، وبنحاول نعرف الناس ان احنا عندنا الحاجات دي كلها. وزي ما بقول لك من لغايه النهارده الحمد لله المولد عندنا، والنهارده بلايز ا هيوج رول في نولا، ومن الحاجات اللي الحمد لله موصلنا في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي.